السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي كده عليه الصلاة والسلام، واذكروا الله يذكركم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. والنهاردة بقى مفاجأة، هنتكلم عن مين؟ إبراهيم. عن أم إبراهيم. عمركم شفتوا كده؟ عمركم شفتوا كده؟ أيوة كده، تاكل اللب من رجليها. هذا الطعم ايه ده؟ ما هو المشكلة ان هو مش بطعم الرجل، المشكلة ان الرجل أصلا يعني الرجل فظيعة. انتوا شفتوا الرجل عاملة ازاي؟ الرجل كأنها كانت في الحتة دي اللي بيبقوا فيها الحيوانات دي، بيقولوا عليها مش هينفع اقولها. يعني انتوا متخيلين هي بتاكل اللب بطعم الكيكي بتاع الحيوانات. طب تعالوا نخش على الفيديو اللي بعده. ده ملوخية ام ابراهيم زي الشعد، وتعبي العلبة ما تبقيش بخيلة، عبيه امليه، حطي كمان ما تبقيش بخيلة. الملوخية حلوة في الشرب وفي الغذاء، حلوة للنظر وتكبر الجزر وجميلة وكلها فيتامين. شايفين عاملة ازاي؟ صراحة الملوخية شكلها حلو قوي بجد، والله العظيم مش بهزر. يعني هي الملوخية جميلة وتقيلة كده وفعلا شكلها حلو. بس حضرتك انت ليه بتحطي في البتاع وتقولي نمليها؟ ما هي حضرتك بترجع، يعني انت بتحطي وهي عمالة ترجع، بتحطي وهي عمالة ترجع. ما كفاية كفاية حضرتك يا ام ابراهيم. على فكرة انا بحبك جدا، والله انا بحبك وبتفرج على فيديوهاتك. يعني انا مش ضدك، والله انا بحبك قوي. مع شوية تعديلات كده هتبقي عسل. بس كفاية الملوخية حلوة، بس كفاية والله. هي شكلها ممكن يكون في حاجة في نظرها، ممكن، لان هي عمالة تحط. بس عادي، اي حاجة مع ام ابراهيم. تعالوا نشوف الفيديو اللي وراه. صدقوا انا بفكر اعمل غدا بكره، بس مش عارفه اعمل غدا ايه. تحب تاكلوا ايه يا كريم؟ هناكل محشي. محشي. محشي كل المصريين او الدولمة العراقية او معروف المحشي عامل ازاي. بيبقى المحشية كده قد كده كده ومحشي كده بيبقى. ماما ابراهيم غير المحشي مع ام ابراهيم. مش صوبع ده، صبع وحش، صبع ديناصور. هي اكيد كانت معاشرة ديناصورات. اصل ام ابراهيم دي اكيد مش من عالمنا ده، اكيد هي من عالم اخر. فالصبع بالنسبة لها آه، بالنسبة لها صبع ديناصور أو غوريلا. صبع ايه ده يا ام ابراهيم؟ ده حتى ما حصلش سندوتش، ده هو الصبع على قد الحلة. احنا بص هنعمل محشي كده، نمسك دقيقة المحشي كده ونحشي. هما بس صباع واحد في كل حلة، والله سهلة. نقعد بقى نعمل صوابع صغيرة. تعالوا نشوف الفيديو اللي بعده. قال ايه؟ المحشي متعب في المحشي، ما هو ما نمنحشي منه زي الفل اهو، بنعمل صوابع زي الزبده اهو. ايه يعني المتعب فيه؟ الواحد يجيب الكرنبايه ما بتقعدش معاه دقيقه وتخلص. في ايه؟ احشوا رجالتكم ودفوا عيالكم واعملوا لهم محشي. بطلوا تمثيليات. المحشي ده متعب، مش بنقدروا نعملوه، ده فظيع خالص، بياخد وقت خالص. اهو زي الفل. هو يعني ما بنعرفش نطبخ، ما هو زي الزبده. نفسي هفاني على حبة بتاع من دي، وانا لما نفسي تهفني الريحة ايه تشدني. شايفين خرا جميل. هيكون نفسي في اخر الخرا، انا بحب الخرا اصلا. هنجيب تاني. خدت الصدمة بقى، خدت الصدمة. انتوا مستنيين مني نعلق على الفيديو ده ليه؟ يعني انا حاولت باقصى جهدي ان انا اجيب فيديوهات اصلا، يعني ان انا انقي فيديوهات. مفيش. بس دي احلى فيديوهات. تخيلوا اللي انا جبته ده، يعني احلى فيديوهات مفيش فيها. انتوا مستنيني. انتوا بتعملي ايه يا ام ابراهيم؟ اقول لكم ما تنسوش اللايك والشير يا جماعه، بالله عليكم. خلينا كده اطلع معاكم. انا ممكن اكون لسه مش حريفه رياكت قوي او كده، بس عشان ممكن يكون الموضوع عشان اول مره يعني. اقول لكم باي باي، ومع فيديو جديد ان شاء الله. وما تنسوش اللايك والشير زي ما هو قال. مع السلامة. السلام.